السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. ومبروك عواشركم، تدخل عليكم الصحة والسلامة إن شاء الله. اليوم كنقترح عليكم كعب الغزال اللي ديروها الفطور ديالكم نهار العيد إن شاء الله. كتطلع رائعة ورطبة بلا قياس. اجيو نشوفوا المقادير اللي عندنا فيهم: نص كيلو ديال اللوز اللي كيكون مغلي ومفسخ وناشف ليلة كاملة، وغادي نحتاج معاه رابعة ديال السكر السنيدة، أي بما يعادل كاس ديال العنبة يكون عامر مزيان. وغادي نحتاج معلقة صغيرة ديال القرفة، نص معلقة صغيرة ديال المسكة الحرة، وتقريبا 2 معالق كبار ديال الزبدة. وغادي نحتاج ايضا 3 معالق كبار ديال ماء الزهر. في الاول كنطحن اللوز بوحدو، من بعد ما كيطحن ليا شويه كنضيف عليه سكر السنيده وكنستمر في الطحين ديالو حتى كيبدا يتعلق معايا، وغادي نضيف عليه باقي العناصر الاخرى وغادي نطحنو مزيان حتى نحصل على عقده. وكنستمر في الدلك ديالو بيدي شويه باش يتجانسوا ليا العناصر مزيان. من بعد كنلولب العقده ديالي بهذا الشكل هذا. نتوما ديروا الحجم اللي بغيتو، انا هنايا درتهم ما كبار ما صغار، جاو هما هادوك في القياس. ودابا غادي ندوز معكم العجين ديالي ديال الكعبه اللي كتجي رائعه ورطبه كتذوب في الفم. عندي نص كيلو ديال الفورص الخاص بالحلويات، وعندي 125 غرام ديال الزبده اللي تكون خاصه بالتوريق، وعندي نص كأس ديال ماء الزهر، وحبه ديال البيضه، ومعلقه كبيره من العسل العادي ديال الدار، وكندير رشه ملح خفيفه. وكنكمل الجميع ديال العجين بالماء العادي البارد ديال الروبيني حتى كنحصل على هذا العجين اللي يكون بهذا القوام هذا. من بعد ما كترتاح ليا العجينه اللي كنخليها شويه في الثلاجه او فوق سطح العمل، كناخدها كندلك بالمدلك، كنرقق العجين حتى كنحصل على طبقه رقيقه. من بعد كنستعين بالدقيق الى تلصقات معايا شويه، كتبدا تلصق غير في الاول، من بعد كيطوع معاكم في يديكم. وكناخد الحبه الاولى من اللوز اللي مطحون او العقده، غادي نديرو على العجينه اللي سرحنا، وكنعاودو نثنيو عليها العجين ايضا من الفوق، وكنشكلو بهاد التشكيله هذه على شكل هلال او كيف ما كنقولوا كعب الغزال. وكنقطعوها بالجراره اللي كنقطعوا بها الشباكيه، وكنحصلوا على هذا الشكل هذا. وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل كاع العقدات اللي عندي. ونخليكم وانتم كتشوفوا في لا فيديو ما تنسوش تخليوا لي لايك، وما تبخلوش عليا بتفعيل الجرس، وبارطاجيو الفيديو الا جات على خاطركم. واكيد خليوا لي لي كومونتير ديالكم الزوينين اللي كيحفزوني بزاف بزاف. وخليكم مع الفيديو حتى نكملوا هاد اللوز اللي عندنا. من بعد ما غنكملوا الكعبه ديالنا كامله في الصايب ديالها، غادي نخليوها تبات ليله كامله، او لا الا درتوها في الصباح تخليوها حتى لليل عاد طيبوها، او العكس. من بعد كناخد زبده عاديه ديال الاكل، غادي ندهن بها من فوق من الكعبه ديالي من الراس ديالها. وغادي نحتاج لهاد شوكه او ابره اللي تكون معقمه، وغادي ندق بها كعب الغزال ديالنا.
من بعد غادي نطيبها على نار اللي تكون مهيلة بزاف. غادي نديرها من الفوق، النار تكون من تحت منها. من بعد ما غطيب لينا شوية من التحت ونشوفوها بدات كتحمر شوية من التحت ديالها، غادي نهبطها لتحت غير تشمع من الوجه ديالها ونحيدها. كتجي رطبة بزاف ولذيذة ورائعة، كتذوب في الفم. نتمنى الوصفة ديالي تكون عجباتكم، وكعب الغزال ديالي نالت اعجاب ديالكم. السلام عليكم.